طب يا جدعان انا طلبت اكسسوارز للكاميرا من كريم ستورز والحمد لله وصلت، بس مش عارف الشنطه مكتوب عليها امازون مع ان حاجات انا شاريها من كريم ستورز ما اعرفش ليه يعني. على فكره مش اول مره يحصل معايا كده، برضو مره ايام لما كنت اشتريت الجرابات اللي هي بتاعه الكاميرا. ما علينا، لايكات يا شباب، لايكات. طيب انا جايب اكسسوارز وكارت. شنطه الاكسسوارز اهي والكارت اهو محطوط قدام. يلا نقطع على طول اهو هنا، على طول على طول على طول على طول. هي 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 دي الورقه اللي هي فيها الفاتوره يعني، عشان ايه؟ لان الكارت عليه ضمان سنه. تخيلوا الكارت عليه والله كارت ميموري، جايب كارت ميموري 128 جيجا، الكارت عليه ضمان سنه والكاميرا نفسها 14 يوم الكاميرا اللي ب 22,000 14 يوم، والكارت جايبه ب 1650 عليه ضمان سنه. بس عشان الكارت ليه وكيل، الكاميرا مالهاش وكيل. بس بصراحه 14 يوم برضه قليل قوي قوي. ديت يا جماعه شنطه اكسسوارز جايبها ب 1250 جنيه. بس الاول اهم حاجه الكارت. طبعا الكارت ده 128 جيجا ب 1650. وانا في الاول اصلا كنت عامل الاوردر بكارت 256 جيجا، وكان مفيش غير قطعه واحده. بعد ما عملت الاوردر بتصل بهم تاني يوم عشان اكد الاوردر وكده، عشان يبداوا يشحنوه بيقولوا لي الكارت مش موجود. فاستغربت الصراحه يعني، ما كانوش حدثوا الستوك يعني، كان حد اشتراه يعني، ما كانوش حدثوا الستوك. فما كانش قدامي غير ان انا اشتري ال 128 سرعته 170 الريد و90 الرايت. كان في عندهم كارت جديد جاي لهم بس ما كانش موجود على السايت يعني وكده، 128 برضو، بس السرعه اب تو 200 ميجا تمام، وبكام؟ ب 2550. كانوا بيقولوا لي المفروض ان هو افضل يعني وكده للكاميرا الجو برو، بس انا لما قعدت اسريش اكتشفت ان هو ما يفرقش خالص عن دوت. الا في حاجه، ما يعني هي حاجه غريبه انا اتفاجئت بيها يعني، حاجه غريبه جدا. الكارت ال 128 ده سرعته 170 و90 الرايت تمام. التاني اللي كانوا بيقولوا عليه دوت السرعه 200 ميجا الريد و90 برضو الرايت، اللي هم الرايت ده اللي المهم اكتر، اللي هو سرعه الكتابه على الكاميرا وانا بسجل بريكورد. طب في الاخر هي نفس الرايت، ادفع قرب 1000 جنيه ونفس الرايت ليه طيب؟ لما قعدت بقى اسرش على النت اكتشفت ان الكروت اللي بتبدا من 256 وسرعتها 200 ميجا في الريد هي دي اللي في الرايت سرعتها اعلى، بتوصل ل 140 ميجا، فهي دي اللي تفرق. ويكون ليها لازمه ان الواحد يشتري يعني. حتى ال 256 الاولاني اللي كان خلص ده بعد ما انا عملت الاوردر واكتشفت انه خلصان، برضك ما كانش هيبقى حلو، لانه برضك هيبقى كبير على الفاضي وسرعته برضك زي ده 90. فقلت طب كويس بقى ان اشتريت ال 128 خلاص. بس ما اقتنعتش ان اشتري ال 128 الجديد اللي بيقولوا لي عليه، لان هي نفس سرعه الرايت. انا ما اعرفش اصلا ايه الهدف ان هم يعملوا كارت 128 تبقى الريد بتاعته 200 والرايت هي على فكره مش هيفرق كريكورد، مش هيفرق خالص في الكاميرا. هو هيفرق فين؟ بس في ان انت لما توصل الكارت بريدر مثلا وبتنقل الداتا على الكمبيوتر هيبقى اسرع سنه يعني. طب انا مالي، مش دي الحاجه اللي تستاهل ان ادفع فيها. حتى انا استغربت طب هو ليه، قلت لهم يعني ليه فرق قرب 1000 جنيه؟ قالوا لي عشان التاني بسعر قديم. قلت يعني كده الموضوع منطقي. فبس ما لهاش اي لازمه ان انا اشتري ال 128 فعلا. ممكن بقى بعدين فيما بعد لو جالهم مثلا 256 اللي هو الجديد اللي هو ال 200 ميجا ريد و140 رايت، ده اللي ممكن اشتريه. انما ده لا، ما كانش ليه لازمه خالص يعني. من اول حاجه غريبه، من اول ال 256 لل 1 تيرا اللي سرعتهم 200 ميجا هم دول اللي سرعه الكتابه 140، انما اللي اقل من كده السرعه 90. ليه ما اعرفش، ما علينا. الغالبا ان الكارت ده مصنوع في الصين، رغم ان الكارت لما كنت شاري كارت من شمس ستورز كان في فيتنام، بس كان كارت كبير. فما اعرفش بقى الكروت الصيني الصغيره هي كلها بتصنع في الصين. ايا كان بس شوفوا الحاجات بتختلف من شركه للتانيه يعني. مثلا شمس ستورز ما عندهمش ضمان على الكروت، الكارت اسبوعين، ضمانه اسبوعين بس كاكسسوارز عادي. انما كريم ستورز عندهم الضمان سنه. بس في الجو برو كل واحد كله
14 يوم. ما علينا يا جماعه، مش عايزين نرغي كتير عشان بس ايه. طبعا ده كارت ومعاه ادابتور اللي يحوله لكارت كبير يعني انا ممكن لو عايز استخدمه ككارت كبير في الكاميرا العاديه، ممكن اقوم حاطه في الادابتور بتاعه اللي جاي معاه ده. هي اصلا على فكره كاميرا الجو برو اقصى سرعه رايت تستحملها اللي هو ال 120 ميجا في الثانيه، فحتى انا لو جيت اشتري اصلا الكارت اللي هو اللي سرعته 140 ميجا مش هيشتغل برضك بسرعه ال 140 ميجا، بس على الاقل هيشتغل بالسرعه الاقصى يعني. فعلى فكره الكارت ده يعتبر مناسب جدا يعني. ايوه اهي، اطلع بقى يا اخي. حلو قوي ايه الكارت اهو يا جماعه اخيرا. ايه ماشي، ادي الادابتور اهو، دي الكارت اهو. تمام، عايز بقى اجرب الكارت يا جماعه في الجو برو، ودي اهم حاجه يا جماعه، لان من ساعه ما جبتها والله الاسبوعين قربوا يخلصوا ولغايه دلوقتي ما جربتهاش، اصل الكارت وصل متاخر. ايوه ايوه اهو، المدخل اللي تحت ده تحت البطاريه هو ده اللي بيتحط فيه الايه الكارت. ايه حطيت الكارت يا جماعه، هشغل بقى. فتحت، بيقول لي البطاريه ضعيفه. اشحنها ازاي؟ باليو اس بي؟ ايه ده، بتشحنش الا اليو اس بي؟ يعني في اي مشترك فيه يو اس بي مثلا او حاجه، المدخل في نفس الحته اللي فيها البطاريه. تصدقوا اهو الحته اللي بيتركب فيها التشارجر موجوده تحت البطاريه اهي، ما كنتش اخد بالي اهي. بس اصلا ده السلك صغنطوط قوي، نونو خالص. ماشي. طب يا جدعان اما اروح اشحنها. طب يا جماعه الكاميرا شحنت اخيرا، انا سبتها بتاع ساعه كده. ايوه، جالي بقى المنيو اللي بختار فيها اللانجوج والحاجات ديت. ماشي، انجلش. هظبط انا بقى الحاجات دي، ومش عارف اي اجري تيرن اون كنترول كاميرا يوزنج يور فويس، ده معرفش ازاي. ماشي. بيقول لي انستيل جو برو كويك اب اون يور فون تو فينيش سيت اب. يعني انا لازم انزل برنامج الكاميرا على الموبايل واكمل منه خطوات الاعداد بتاعتها. بقيت ايه ده، شكلي غريب في الكاميرا. اوف، بس وايد قوي يعني، انا بعمل كده يا جايبه الاوضه كلها. واو. هو كده التصوير من قدام، بس. فانا لو عامل كده يبقى انا بصور نفسي سيلفي، فتقوم الشاشه اللي من قدام تجيبني سيلفي. تمام. ان هو ليه بتطفي كل شويه الشاشه؟ دوسه صغيره كده تقوم تفتح تاني زي الموبايل. ماشي. ايه ده متوصلين؟ ايه ده ممكن اتصال وايرلس، لاني ظاهر عندي اهو الاعدادات في الكاميرا ان هي بتسجل اهي، وممكن اطفي من هنا. صح، هي ممكن تكونكت وايرلس زي الكاميرا التانية اسمها ايه اللي عندي دي، الاي او اس ار، برضه ممكن تكونكت وايرلس، بس لغايه دلوقتي ما نزلتش برنامجها ولا بستخدمه، معرفش ليه يعني. اهو انا كده وقفت، والتصوير وقف في الكاميرا فعلا، واشغل. ايه ده حلو جدا الموضوع، على فكره الموضوع ده لذيذ، ان انا قاعد اتحكم من الموبايل، وبيظهر لي بقى البطاريه قد ايه، والوضع اللي انا مشغل عليه الكاميرا، وحرفيا كل حاجه ظاهره قدامي. المفروض ان هي فيها وضع استابلايزيشن جامد، اللي هو حتى لو قلبنا الكاميرا الصوره ما تقلبش. الهايبر فيو الوايد قوي فعلا. فيها هايبر فيو جامد، وايد جدا. يا الهايبر فيو رهيب يا جماعة. واو الهايبر فيو اللي جامد. واو، ده جايبه الأوضة كلها. تصدقوا دلوقتي كنت مستغرب الكاميرا بتطفي لوحدها ليه؟ انا كنت بفتحها من الزرار اللي فوق ده، لما كنت افتحها من الزرار اللي فوق دوت الاقي بتبدا ريكورد على طول من غير ما ادوس اي حاجه، مجرد ما فتحتها من فوق تبدا ريكورد على طول. اجي اوقف الريكورد الاقيها تطفي. انا قلت في حاجه الكاميرا بايظه ولا ايه؟ اتاري ده طلع مود اسمه كويك كابشر، ان هي تفتح وتبدا تسجيل على طول على اخر اعدادات انا مظبطها قبل كده اوتوماتيك، ومجرد ما اوقف تسجيل تطفي. نظام غريب. اتاري بقى الفتح الطبيعي بتاعها من الجنب، ده اللي يفتح والمنيو بقى موجوده وانا اختار براحتي
كل حاجه. انا مفكر اللي في الجنب ده زرار تظبيطات بس، اتاري لا بيفتح برضه، بس دي الفتحه الطبيعيه بقى. كده ما يبداش ريكورد ولا حاجه، انا بقى اللي ابدا ريكورد وعادي لو طفيت اشوف الوقت بوقف عادي، بتقف معايا عادي. بس البطاريه تعتبر يعني ما بتقعدش كتير، دي كده افضل من ال11 كمان. البطاريه بتقعد يعتبر ضعف المده يعني. بصوا كان في جدول كده، ما انا ده اللي خلاني اجيب ال12. بصوا هنا في الجدول ده يا جماعه بيقارن الوقت اللي بتقدر تسجله الجوبرو 12 بالوقت اللي بتقدر تسجله الجوبرو 11. تمام. بصوا هنا هتلاقوا في ال 1080 60 فريم، هتلاقوا الجوبرو 11 بتسجل 89 دقيقة، انما ال 12 بتسجل 102 دقيقة، يعني في 13 دقيقة زيادة. الفورك 30 88 والتانية سجل 102 برضو ال 12. الفورك 60 ال 11 كانت 70 دقيقة، ديت 81 دقيقة، يعني 11 دقيقة زيادة، وفي 14 دقيقة زيادة في الفورك 30. والفورك 120 بص بقى ال 11 كانت بتسجل 28 دقيقة، يعني نص ساعة إلا حاجة بسيطة، دي بتسجل 58 دقيقة يعني ساعة، يعني في زيادة 107%، يعني الضعف. ال 5.3K 60 فريم كانت بتسجل 35 دقيقة، ال 11 دي بتسجل 70 دقيقة، يعني في زيادة تقريبا 100% في ال 4K 120 وال 5.3K 60. ف يعني الزيادة دي حلوة يعني برضك. بس اكتر مود يعتبر بتصور بيه مدة كبيرة اللي هو ال 1080 60 والفوركي 30. بس طبعا كاميرا زي دي يعني، بس برضك الفوركي 3 الفوركي 60 معقول مش وحش 81، يعني كأني ساعة وتلت، والفوركي 120 ساعة. هي الجوبرو يا جماعة من الاخر عايزة ايه؟ عايزة بطاريات كتير، يبقى الواحد ماشي ببطاريات كتير. الغريبة ان هي نفس البطارية بتاعت ال11، بس هم عشان شالوا الجي بي اس من ال12. على فكرة الجي بي اس دي انا كنت مفكرها حاجة اللي هو عشان لو الكاميرا ضاعت نعرف نوصل لها او كده، طلع مش كده خالص. الجي بي اس طلعت حاجة كده اوبشن بيستخدم في التصوير، بيفيد بعض الناس. اصلا حتى مكان الكاميرا سهل يتعرف بالموبايل عادي عن طريق الاب. في اوبشن لو انا شغلته لوكيت كاميرا بتقعد تصفر عادي واعرف مكانها، مش قصة يعني. بس اللي خلاني اجيب ال 12 بصراحة ان فيها مميزات كتير زيادة عن ال 11. ونقطة الجي بي اس اللي شالوه ما كانتش تفرق معايا قوي، حاسس ان انا مش هحتاج حاجة زي كده يعني، فاهمني. انما حتة ان البطارية تقعد اكتر دي بالنسبة لي كانت مهمة جدا، دي اهم حاجة في الجوبرو اصلا. تمام. والهايبر فيو بقى والاستابلايزيشن جميل قوي في الكاميرا دي. طب في كمان بقى انا جبت للكاميرا اكسسوارز من كريم ستورز ب 1250 شنطه اكسسوارز ب 1250، كانت هي الحته الوحيده اللي موجوده يعني. وطبعا في اكسسوارز بتبقى لازم تتجاب للموديل بتاع الكاميرا بالظبط، يعني بيبقى في اكسسوارز تحديدا بتبقى مثلا يقول لك ايه الاكسسوارز دي للجوبرو 9، دي للجوبرو 10، دي للجوبرو 11. دي بتبقى الاكسسوارز اللي هي فيها الهاوسنج، اللي هو طبعا انتوا عارفين الكاميرا الجوبرو بيبقى ليها عمق معين، يعني نقدر ننزل بيه في الميه لحد من غير هاوسنج، اللي هو ال 33 فيت تقريبا. 33 قدم يعني كام؟ يعني تقريبا 10 متر حاجه زي كده. اكتر من كده بتبقى محتاجه هاوسنج عشان تقدر تشتغل في اعماق اعلى. انا مش عارف بصراحه الهاوسنج ده، يعني مثلا لو اشتغلت في اعماق اعلى من كده من غير الهاوسنج بتبوظ. انا مش عارف بصراحه ايه اللي بيحصل. طبعا دي ما اشتريتهاش لسه لان ما فيش عندهم الهاوسنج والحاجات اللي تتناسب مع الجوبرو 12، لسه ما جابوهاش يعني. لكن دي بقى شنطه الاكسسوارز دي اللي هي الاكسسوارز الخارجيه اللي هي ما بتبقاش مخصصه لجوبرو معين، يعني الاكسسوارز ديت شغاله مع التسعة والعشرة والحداشر، فلقيت على النت ان هي برضه هتشتغل مع ال12 فقمت ايه اشتريتها. تمام. طيب تعالوا كده يا جماعه نتفرج عليها. ايه ده؟ بصوا في شنطه كده، بصوا في شنطه ايه لذيذه، شنطه كده لذيذه. انا عجباني الشنطه الصراحه بتاعتها، شكلها جميل، تقيله على فكره. طيب تعالوا كده نفتح ونشوف جواها ايه. اوه، جواها حاجات في اكياس بقى. بص جواها اكياس
ايه ده حلو، كل حاجه في كيس يا بصوا، اكياس كلها اكياس جوه. ايه ده، هي اهم حاجه، هي دي اهم حاجه في البدايه يعني. السيلفي ستيك مونو بود للجو برو. يا بص طبعا بنقعد نشد بقى والله دي اهم حاجه فعلا، لان بس ابقى ماسك كده والكاميرا محطوطه جميله. الميزه بتاعتها ان هي اخف كمان من الجوريلا بود اللي هو اللي انا شاريه. لا ده خفيف قوي، المونو بود ده لذيذ خفيف جدا لذيذ. وفي هنا عامل زي الاريال، بيفكرني بالاريال بتاع التلفزيون زمان فاكرين لما كنا نقعد نشد كده؟ يعني ده بيوصل لكام متر ده؟ استنوا كده، ايه ده بصوا طويل تقريبا متر. انا حاسس ان اقصى طول ده متر، ممكن نقيسه فعليا بمتر واشوف. هو بالظبط 95 سنتي، يعني متر الا حته. ده يبقى حلو قوي ده للجوبرو، ده في التصوير يبقى جامد، امده كده لبعيد كده هيبقى جامد قوي يعني. وفي ايه تاني؟ هو في حاجات كتير. ايه ده في كمان ايه ده، بس ده صغنطوط قوي. ايه ده جوريلا بوت صغنطط. يا سلام، انا كنت مفكر دي مش موجوده فيه. ايه ده في بص جوريلا بوت صغنطوط قوي، شايفينها يا جدعان؟ جوريلا بوت نونو خالص. طب دي بتطول ولا ايه ده؟ هو كده بس؟ ايه ده جوريلا بوت غريب يعني. ايه ده جوريلا بوت كده. طب ايه ده صغنطوط قوي يعني، ده حتى ايه ده بيبي جوريلا بوت، بيبي جوريلا بوت ماشي، بس حلو برضه خفيف يعني مقارنة بالتاني. في لزق كده ما اعرفش ايه ده، في حاجات كده انا مش يعني. انا في ديت دي اللي بتتربط على الوسط تقريبا، بتاعت الوسط. طيب ماشي كده لغايه دلوقتي 3 قطع اهوت. ده ايه ده، الهيد ستراب ده ولا ايه؟ اما اشوف كده دوت، يعني حاجه كده ما بتوصلش، حتى دماغي كبيره ولا ايه؟ ادي للايد. تقريبا للايد، بس ايه لازمه اللفه الاضافيه دي مش عارف. هي دي للايد، بس ايه بقى لازمه دي مش عارف بصراحه. وفي دي كمان. تقريبا ده الهيد ستراب بقى. ايوه هو ده الهيد ستراب كده قافش على دماغي قوي ورفع عيني لفوق بس شعر عامل كده ليه؟ دي بقى لما ابقى مثلا بعمل انبوكسنج او كده، اقوم حاطط الكاميرا في دماغي وابص كده بس حلو والله لذيذ شكلي غريب. كده معايا كام قطعة لحد دلوقتي؟ ده 1 2 3 4 5 كده 5 قطع لحد دلوقتي. دي تقريبا كده بتثبت على ترابيزة. ايه ده زي الحاجات اللي بتاعت العربيات، ممكن تتحط على طابلو عربية. دي فيها فعلا بتتلزق اهي على طابلو العربية، فيها البتاع اللي هي اللي تحت دي بتاعت الضغط اهي، دي فعلا للعربية. بص اهي فيها البتاع اللي هي بتاعت الضغط دي اهي، تتثبت كده الكاميرا هنا. تحط كده مثلا على طابلو العربية وتضغط وتثبت فيها الكاميرا. حلوة برضو، لا حلوة جدا. ممكن تتثبت على ترابيزة بإزاز، مش لازم يعني عربية. ماشي جميلة. كده 6 قطع، كده 6 قطع لحد دلوقتي. في بقى دول وفي دي كمان. دي حلوة قوي بقى، دي زي كليبس ترابيزات، زي كليبس يمسك في ترابيزة بالكاميرا. ده جميل قوي قوي.
كليبس. يعني مثلا هنا في المكتب اقوم ماسك الكليبس كده، بس هنا المكتب كبير فماسكه بالعافيه، بس يعني وتحط فيها الكاميرا. ده جميله جدا كليبس. وفيه طبعا ايه شراشير من تحت عشان يمسك كويس. دي من اهم الحاجات على فكره، الكليبس ده يمسك في اي حاجه. لذيذ جدا ده. ايه تاني؟ في حزام تاني اهو، معرفش ده حزام ايه. ده زي سبير بارت كده اللي هي بتاعت الوسط، متهيألي يعني. وفي برضو شوية قطع كده هنا، وفي دي قطع مكررة كذا واحدة. دي شبه اللي كانت جاية مع الكاميرا اصلا. دي بقى مش عارف ده عشان الكاميرا تطفو فوق المية ولا ايه. هي شكلها كده بص عاملة ازاي، شكلها غريب. تقريبا دي زي حتت دبل فيس، ودول كذا قطعة دبل فيس اهم، ومثبتات كده يعني. وانا طبعا يعني مش عارف كل دول استخداماتهم ايه، مش عارف كل الحاجات دي حافظة طبعا. انا غالبا اصلا مش كل القطع دي هحتاج ان انا استخدمها يعني. بس حلوة، بصوا الشنطة بتاعتها حلوة، ليها ايد بس كده عادي مش مشكلة. ممكن اخد فيها الجوبرو كحافظة للجوبرو نفسها مع القطع اللي انا هحتاجها يعني، برضك حلوة. وفي هنا جيب جميل، في جيب هنا جميل. دي بتتشبك في الاخر يعني، هي تتلبس وبعدين. انا فهمت. ايوه اهي تبقى كده. ايوه صح كده اهو. دي تبقى كده، برافو علي كده صح اهيت. تمام اهي، تنزل كده تمام. طبعا الكاميرا هتبقى متثبتة هنا. بقوم جايب دي كده وايه كده اهو. تصدقوا اهي صح كده اهي، تبقى الكاميرا متثبتة كده. دي زي زيادة تثبيت للريست باند كده، وتخش كده. تصدقوا زي زيادة تثبيت عشان تبقى الكاميرا متثبتة كويس قوي. طب حلوة دي الريست باند اهي جميلة، تتثبت كده هنا. اهي، بس لازم يكون في مسمار طبعا. ممكن ده اللي هو اللي جاي مع الكاميرا ده ممكن يكون هو اللي بيخش كده. اهي دي اللي بتثبتها. اهي يا جماعة ثبتها على الريست باند. يا سلام، واو ثبتها على الريست باند يا جماعة. بقوم حاطط كده. لذيذة والله الحكاية دي قوي. يا سلام يا سلام يا جدعان. ايوه بقى يعني اهي ادوبها في ايدي كده بتصور. يا سلام يا جماعة، بجد حاجة عظمة قوي، حاجة عظمة قوي الريست باند دي. واو خطيرة مسمار التثبيت ده بقى بيستخدم مع حاجات كتير يعني. السيلفي ستيك كده، هي العملية سهلة يعني مش صعبة. واقوم جايب ده حاططها كده، واقوم جايب المسمار كده اللذيذ دوت، واقوم حاطه كده بس اهي زي الفل اهي. بس كده سهلة يعني.